بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال تالتة إعدادي، إن شاء الله النهاردة نحل معاكم محافظة السويس من كتاب الامتحان. معكم مستر عبد الرحمن رفعت مدرس الدراسات. أول سؤال هنا بيقول لي: أمام خريطة صماء للعالم اكتب مدلول الأرقام الآتية. رقم واحد بيقول لي دولة بها مركز صناعة حديث. طبعا أنا عندي رقم واحد تبقى دولة مصر. أنا عندي أفريقيا أصلا المراكز الصناعية اللي فيها هي مصر وجنوب أفريقيا. رقم واحد عندي هتبقى مصر. رقم اتنين: أولى دول العالم إنتاجا للألمنيوم، هتبقى عندي دولة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هي مستر مش الأولى في البوكسايت، احنا قلنا الدول المتقدمة ديت بتجيب البوكسايت من بره، لكن هي بتقدر تنتج الألمنيوم عشان عندها مصادر الطاقة والخبرة العلمية والفنية المتطورة والسوق المحلية والخارجية اللي هتستوعب الإنتاج. رقم 3 عندي تاني دول العالم إنتاجا للأغنام، هتبقى عندي دولة الهند. خش بعد كده على رقم ب، بيقول لي صوب ما تحتها خط. تسود الزراعة التجارية والعلمية على هوامش الغابات الاستوائية. لا طبعا عندي الزراعة البدائية. رقم 2: يدخل النحاس في صناعة الأسمدة الكيماوية. لا، النحاس عندي بيدخل في صناعة الأسلاك الكهربائية. رقم ج: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. يعتبر اقتصاد نيجيريا اقتصاد النامية لاعتمادها في المقام الأول على النقط. طبعا اعتمادها في المقام الأول على الزراعة. رقم د عندي بيقول لي دلل على صحة كل عبارة مما يأتي جغرافيا. توجد عدة عمليات تسبق التعدين. أقول له زي البحث والكشف عن الخامات، وإعداد المنجم لعملية التعدين والاستخراج، مثل مد الخطوط الحديدية والطرق، وإنشاء مساكن للعاملين. تاني سؤال عندي بيقول لي دلل تفوق قارة أوروبا في إنتاج العديد من مصادر الطاقة. طبعا أقول له أول حاجة هي من ضمن القارات المنتجة للفحم، وعند روسيا هي تاني دول العالم إنتاجا للبترول، وهي يعتبر من الدول الأوروبية. وعند قارة أوروبا أولى قارات العالم في إنتاج الغاز الطبيعي، فعشان كده هي فيها فحم وبترول وغاز طبيعي، فهي فيها العديد من مصادر الطاقة. نخش بعد كده عندي على السؤال الثاني، بيقول لي بما تفسر انخفاض عدد العاملين بالرعي البدائي وسط آسيا. أقول له بسبب انتشار التعليم بين القبائل وتغيير نشاطهم للعمل بالصناعة والزراعة والخدمات. تاني سؤال عندي بيقول لي بما تفسر إنشاء البرازيل مدن جديدة مثل ميناوس وبرازيليا. أقول له لإعادة توزيع السكان نحو الداخل. لإعادة توزيع السكان نحو الداخل. رقم 3 بيقول لي بما تفسر انتشار مصايد الصيد على سواحل القارات. أقول له بسبب توافر العوامل الطبيعية والبشرية على تطور حرفة الصيد بمصايد الأسماك المنتشرة على سواحل القارات. رقم ب عندي بيقول لي ما العلاقة بين التوسع العمراني ومساحة الحشائش في دولة ألمانيا. أقول له انكمشت مساحة الغابات في ألمانيا بسبب التوسع العمراني. انكمشت مساحة الغابات في ألمانيا بسبب التوسع العمراني. رقم 2 بيقول لي ما العلاقة بين الجلود والصناعة في العالم. أقول له عندي تدخل الجلود في صناعة دبغ الجلود وتصنيعها في شكل منتجات جلدية متعددة. بعد كده رقم ج بيقول لي ما الأثر الناتج عن وقوع قارة آسيا ضمن المناطق المدارية على الإنتاج الزراعي. أقول له عندي أصبحت من القارات المنتجة لقصب السكر والقطن والمطاط والشاي، لأن المنتجات ديت محتاجة المناطق المدارية. رقم د بيقول لي ماذا يحدث إذا توافرت الخبرة العلمية ومصادر الطاقة في الدول النامية المنتجة للبوكسايت. أقول له ستصبح من الدول المنتجة للألمنيوم وسوف يزداد الدخل القومي، لأن طبعا احنا عارفين إنتاج الألمنيوم محتاج شوية متطلبات زي الخبرة العلمية والفنية المتطورة ومصادر الطاقة والسوق المحلية والخارجية تستوعب إنتاج. لو توفرت الدول المنتجة للبوكسايت ديت هتكون منتجة للألمنيوم. نخش بعد كده على جزئية التاريخ. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. حاكم مصر عندما أذاع السادات البيان الأول للثورة 23 يوليو 1952. مين اللي كان حاكم مصر ساعتها؟ الملك فاروق. منح المرأة حق الانتخاب والترشح من إنجازات ثورة 23 يوليو في مجال نقط. طبعا كان في المجال الاجتماعي. رقم 3 ساهمت التكنولوجيا المتطورة في قيام ثورة طبعا ثورة 25 يناير اللي كانت فريدة من نوعها. رقم 4
منظمة المتخصصة في المجال الزراعي للقضاء على الجوع هي منظمة الفاو. نخش بعد كده بيقول لي رقم ب، اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام العبارة التالية مع تصويب الخطأ. أصدرت حكمة أبو زيد أول مجلة نسائية وهي الريحانة. طبعا غلط، ما كانتش حكمة أبو زيد، كانت جميلة حافظ. رقم ج بيقول لي اذكر المقصود بمبادرة روجرز. أقول له مبادرة قدمها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو روجرز لوقف إطلاق النار في حرب الاستنزاف. بعد كده رقم د بيقول لي قارن بين قرارات مؤتمر سان ريمو 1920 وقرارات مؤتمر وزارة النفط العربي بالكويت سنة 1973. طبعا قرارات مؤتمر سان ريمو اقول له اعطى الحق لبريطانيا ادى لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين. لكن طبعا المؤتمر الثاني بتاع اجتماع وزراء النفط في الكويت كان خفض انتاج البترول وحظر الصادرات النفطيه الى الولايات المتحده الامريكيه، خاصه عندما طلب الرئيس الامريكي مساعدات عاجله لاسرائيل. بعد كده السؤال الرابع بيقول لي بما تفسر لفلسطين اهميه خاصه في قلب كل عربي. أقول له لأن ولد بها السيد المسيح وأسر إليها بسيدنا محمد وبها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. بعد كده بيقول لي بما تفسر تدهور الحياة الاقتصادية في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952. أقول له بسبب توقيع معاهدة 1936 اللي جعلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية واستنزاف موارد مصر لخدمة بريطانيا وحلفائها مما ترتب عليه إرهاق الاقتصاد المصري زيادة معاناة أفراد الشعب المصري. رقم 3 بيقول لي تحقيق السلام له أثر إيجابي على السياحة في وطننا العربي. أقول له لأن بتحقيق السلام يتم تنشيط حركة السياحة في الوطن العربي ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية. رقم ب عندي بيقول لي ما النتائج التي ترتبت على الهدنة بين العرب وإسرائيل في حرب فلسطين 48. طبعا أقول له ترتب عليها تراجع وهزيمة القوات العربية. ممكن أجيب الإجابة من أولها وأقول له لم يلتزم اليهود بالهدنة وبدأوا في تقوية قوتهم، وعندما استؤنف القتال ظهر تفوق اليهود على جميع جبهات القتال مما أدى إلى تراجع وهزيمة القوات العربية. بعد كده بيقول لي ما النتائج المترتبة على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979. أقول له ترتب على ذلك رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء في 25 إبريل 1982 بعد استعادتها بعد استعادتها من المحتل الإسرائيلي فيما عدا منطقة طابة على رأس خليج العقبة. رقم 3 بيقول لي ما النتائج المترتبة على ثورة 30 يونيو 2013. أقول له ترتب على ذلك عزل محمد مرسي في 3 يونيو 2013 وتسليم السلطة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل دستور 2012. رقم ج بيقول لي ما العلاقة بين العدوان الثلاثي على مصر في 56 ومساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر. أقول له كانت مساندة مصر لحركات التحرر في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي سبب من أسباب اشتراك فرنسا في العدوان الثلاثي. رقم د بيقول لي دلل على صدق العبارة التالية تاريخيا. كرمت الدولة بعد قادة حرب أكتوبر 1973 لدورهم في تحقيق النصر. أقول له حيث حصل أحمد إسماعيل أو المشير أحمد إسماعيل على وسام نجمة سيناء التي يعد أعلى الأوسمة العسكرية، وتم تكريم سعد الدين الشاذلي في الذكرى 39 لنصر أكتوبر بمنح اسمه قلادة النيل العظمى. كده سنة تالتة احنا خلصنا حل محافظة رقم 10. إن شاء الله نلقاكم في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.